هنروح كده بالكاميرا بالراحة نشوف هو بيعمل ايه من ورا الباب من غير ما ياخد باله. تعالوا تعالوا. خد بالك من نفسك، خدت ميتك وازازتك وحاجتك؟ ايوه الحاجة معاك. واخدت الكارنيه؟ ايوه. تخلص تمرين وتيجي على طول. يلا مع السلامة. مع السلامة. دلوقتي يا جماعة وزعناها اهوت وقدامنا ساعتين كاملين عشان نجهز للمقلب، عشان يجي يلاقي المصيبة اللي احنا محضرينها له. احنا هنعمل بقى مقلب جوه المقلب. ازاي؟ هنجيب الريموت ونشيل منه البطارية بحيث ان هو لما يجي بقى يجرب ويقعد يعمل كده وكده وكده ما تشتغلش. فمن هنا بقول لك ايه يا ديد، انت نايمه من دلوقتي. لما احمد يجي يبص عليكي تعملي نفسك نايمه، ماشي؟ وتعملي اي حركه تبين ان انت صاحيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. وبعد طول انتظار يا جماعة رجعنا لكم بفيديو خطير. وهو ايه؟ طبعا انتوا عارفين الفترة اللي فاتت كل الفيديوهات اللي كانت بتبقى مقالب كانت بتبقى من افكار احمد اللي بيعملها فيا او في ليلى. فاحنا قررنا النهارده يا جماعة ان احنا الاتنين نعمل في احمد مقلب. دلوقتي يا جماعة هنشرح لكم فكرة المقلب. أحمد دلوقتي يا جماعة في أوضته بيجهز عشان عنده تمرين الساعة 6 والساعة دلوقتي 5:30. طبعا لما هينزل التمرين هيبقى عندنا فرصة ووقت إن احنا نخطط ونجهز للمقلب كويس جدا. طب وبرضه المقلب بقى عبارة عن إيه؟ أحمد هينزل التمرين وهيرجع من التمرين عادي جدا. هيلاقي إيه؟ هيلاقي كارثة ومصيبة حصلت في البيت. وطبعا مين اللي هيلبس الكارثة والمصيبة دي؟ أكيد أحمد، هو في غيره؟ خليكم معانا بقى لآخر الفيديو عشان تعرفوا إيه هي المصيبة اللي هتحصل وهيكون رد فعل أحمد عامل إزاي. دلوقتي يا جماعة أحمد لسه له 5 دقايق عشان ينزل للتمرين، وأنا عايزة أصوره لكم نشوف هو بيعمل إيه. أنا هروح كده بالراحة، خليكي أنتي وفريدة عشان مش عايزة دوشة. تمام؟ هروح كده بالكاميرا بالراحة نشوف هو بيعمل إيه من ورا الباب من غير ما ياخد باله. تعالوا تعالوا. ايه يا احمد يا حبيبي، انت اتاخرت على التمرين ولا ايه؟ ايوه فاضل 5 دقايق. طيب يا حبيبي يلا، ما تستعجلش نفسك، عادي يعني لو اتاخرت شويه مش مشكله. لابسه رايحه فين كده؟ مش رايحه في حته، انا وليلي لابسين كده هنصور شويه فيديوهات. خد بالك من نفسك، خدت ميتك وازازتك وحاجتك؟ ايوه الحاجه معاك. واخدت الكارنيه؟ ايوه. تخلص تمرين وتيجي على طول. يلا مع السلامه. مع السلامه. دلوقتي يا جماعة وزعناها اهوت وقدامنا ساعتين كاملين عشان نجهز للمقلب، عشان يجي يلاقي المصيبة اللي احنا محضرينها له. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعة هنشرح لكم فكرة المقلب. احنا دلوقتي هنجيب بروكن سكرين من على اليوتيوب ونحطها على التلفزيون ونشغلها على أساس أحمد بقى اللي هيجي كأن هو اللي كسر الشاشة وهنلبسها له. طيب دلوقتي في حاجة مهمة جدا جدا. احنا لو عملنا موضوع الشاشة ده أحمد مش هتدخل دماغه بسهولة، أنا عارفة. فهو أول حاجة هيفكر فيها إيه؟ هياخد الريموت عشان يشوف الشاشة هتمشي، يعني هتشتغل ولا لا. مش هتشتغل هو اليوتيوب نفسه ولا لا يعني. بالظبط. طيب احنا هنعمل بقى مقلب جوه المقلب. ازاي؟ هنجيب الريموت ونشيل منه البطارية بحيث ان هو لما يجي بقى يجرب ويقعد يعمل كده وكده وكده ما تشتغلش. فمن هنا فكرة ان الشاشة اتكسرت تثبت في دماغه وينهار بقى. انا مش عارفه انا فرحانه كده ليه. يلا بقى بينا عشان نبدا التجهيزات. نزرع الكاميرات. بتعملي ايه ده؟ احنا في وادي وفريده في وادي يا جماعه، قاعده بترسم وبتلون. المهم احنا دلوقتي هنجهز زي ما قلنا لكم، قدامنا ساعتين تقريبا عشان نجهز فيهم للمقلب وبراحتنا ونعلي صوتنا ونعمل اللي احنا عايزينه كله عشان احمد مش هنا. جايبين التليفونات والكاميرات والحاجات مجهزينها هناك عشان نخبي الكاميرات اهوت في الاماكن زي ما انتم متعودين ان احنا
هنحط الكاميرا دي في مكان، والموبايل ده في مكان، والموبايل ده في مكان، وطبعا بنخبي الايه الكاميرا بالطرحه السوداء. يلا بينا بقى كمان نختار كان في ناس البروكن بالحق سكرين. عايزه اقول لكم على حاجه، كان في ناس بتقعد تقول ايه هو التليفون بيصور كل ده بتجيبوا مساحه منين ومش عارف ايه. لا، مساحه التليفونات معانا كبيره، احنا جايبين مساحه التليفون كبيره 1 تيرا عشان التصوير، وكمان احنا بناخد الجزء اللي احنا عايزينه من الفيديو بس، وبعد ما نخلص الفيديو بنمسح الفيديو وبيبقى عندنا مساحه كافيه ان احنا نصور تاني زي ما احنا عايزين. انا مش سايبه لكم اي ثغره النهارده عشان انتوا بتقعدوا تتكلموا في تفاصيل التفاصيل، فانا هرد على كل حاجه النهارده عشان انا واثقه في نفسي. يلا بينا. يلا بينا نختار الريموت اهوت، البروكن هندخل سكرين. ندخل بقى مع بعض. تعالي كده نشوف. هنجيب بروكن سكرين اهوت، احنا كنا عاملين عليها سيرش. طيب عندنا اول واحده دي لا الزرقاء دي حلوه عشان لا دي معروفه، دي اصلا مده الفيديو 5 ثواني وعمال بيتحرك. ده خلص الفيديو ما صح؟ هو مدته 5 ثواني. طب استني احنا يا جماعه عايزين نجيب حاجه ناتشورال اكتر، يعني اللي هي تبان طبيعيه وكأن فعلا شاشه التلفزيون اتكسرت. السودا دي اخبارها ايه؟ سودا استنى تبقاش اصلا مش باينه انها جودتها قليله ومش باينه انها مكسوره. الشاشه ثابته كده، الحته اللي ورا دي بس. طب ثواني ندخل، مش عارفه حاسه اللي جنبها دي معروفه قوي. طيب دي ما تحضرش بين حاجتين ده وقت اعلانات. حتى الشاشه المكسوره عليها اعلانات الناس بتدخل يعني. ايوه بصوا دي جامده جدا تتحرك، بمعنى في مكان هنا انه كانه هنا دي بالظبط. دي تصدقي دي شكلها طبيعيه قوي، حلوه قوي دي. طب يا جماعه احنا هنثبت على دي تمام حلو. يلا نشيل الحجاره. وهنشيل الحجاره تمام. هنثبت استني بس عشان لما يجي نبدا نشغلها. ما هطلع لفوق عشان تبقى الشاشه بس لوحدها كده. طيب اعملي كده، وريني كده. طيب هنجيب بقى دلوقتي هنبدا. احنا خلاص اخترنا كده الفيديو اللي احنا ايه هنشغله لما احمد يجي. طبعا يا جماعه اول ما احمد يرجع مش هيقتنع بسهوله ان الشاشه اتكسرت، فهيبدا يحرك بالريموت ويشوف هي اتكسرت ولا لا. والحركه اللي احنا عملناها ان احنا شلنا البطاريات من جوه الريموت هي الحاجه الوحيده اللي هتقنعه ان الشاشه كده اتكسرت. طيب هو دلوقتي هيبدا ينكر ان هو اللي عمل كده او كسر الشاشه. اول حد هيجي في دماغه هيفكر في مين؟ فريدة عشان يلبسها المصيبة دي. احنا عاملين حساب بقى لكل حاجة، وهناخد فريدة ننيمها ونغطيها وهتمثل معانا ان هي نايمة وكأنها نايمة من ساعة ما هو نزل من ساعة ما هو نزل التمرين عشان ما يبقاش ليه اي حجة. تمام. يلا بينا بقى نشغل الفيديو لان مدته زي ما انتم شايفين 10 ساعات. اللي هو من هنا لبكره اللي هو خلاص يعني الفيديو شغال كسر للشاشه كسر للشاشه. هنشغله دلوقتي اهوت. شيلي بقى يا ليلي الحته اللي تحت دي عشان نشيل البطاريه. حلو. بعد كده اعمل كده اشيل البطاريه. يا جماعه انا كان عندي حاجه، هو ممكن يجي اعلان في نص الفيديو؟ يا لهوي. ده تبقى كارثه لو ده حصل. يقول لك بقى ده 10 ساعات. ايوه ما اكيد هيبقى في اعلانات. ان شاء الله ربنا يستر وما يبقاش في اعلانات. زي ما انتم شايفين اهيت البطاريه شلناها. يلا بقى الخطوه اللي بعد كده زرع الكاميرات. يلا بينا نشوف اماكن كويسه كده تكشف المكان كله بحيث ان اي حركه يعملها من ساعه ما يجي تبقى باينه وواضحه. وعشان تشوفوا رد فعل احمد. طيب هنحط البتاع هنا الريموت في مكانه في الجيب بتاعه الكفر عشان يجي يلاقيه على طول ما يدورش عليه. مش هنتعبه ان شاء الله. يلا بينا بقى الخطوه اللي بعد كده. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه مع الكاميرا الاساسيه اللي هتكشف المكان كله والريسبشن كله، فاحنا ايه هنحطها في المكان ده عشان ده اكتر مكان بيكشف اكبر مساحه من الايه من الريسبشن. يلا مع بعض نعملها مع بعض بحيث ان هي نغطيها الاول عشان احمد ما ياخدش باله ان في انا هحط كده الزاويه كانها طرحه محطوطه عادي. استنوا عشان كمان اظبطها واظبط الشاشه واشوف الزاويه. تمام. كده كشفت الدنيا كلها. تمام.
نبدأ بقى نحط كأن دي طرحة عادية ايه، افرديها كده برضه عشان مرمية ما تبقاش كده. باينة خالص. ماشي. الموضوع عايز ايه؟ تكنيك. عايز دقة. يا جماعة بجد موضوع انه يظهر اعلان في نص المقلب ده مخوفني. ممكن لا ان بقى شاء ايه، الله مش هيبقى كده. احمد داخل كده انت بتقري ليه؟ الشاشة اتكسرت، بعد كده بتنقي يجيله ليه؟ اعلان بقى ايه اللي هو يعرف انه مقلب على طول. تمام. تمام كده. تمام كده. كأن طرحة طرحة عادية يا جماعة. مرمية كده عادي يعني. ما احنا عندنا ايه ما شاء الله يعني، ليلي بنتي كل شوية بترمي طرحة في أي مكان، فأحمد متعود على المناظر دي، فالفيديو شغال مع نفسه يا جماعة زي الحلاوة. يلا بقى يا فريدة عشان ناخدك ننيمك. يلا بينا. نامي ننا تعال. حبيبتي. ايوه يلا عشان ننام. بصوا بقى، عشان في حاجة مهمة جدا عايزة أقول لكم عليها. دلوقتي احنا مش هننام هو ممكن عشان هنيمها في اوضته يكتشف الموضوع، ما اعتقدش يعني، مش هيجي في دماغه، لان احنا هنقول ان احنا بنصور فيديو في ما اوضه ممكن ليلي ننيمها نعكس. لا ننيمها في اوضتي ونصور احنا في اوضته عادي يعني. يلا بينا. يلا هناخد بينا. فريده كانها جايه بقى. اصل فريده يا جماعه كان عندها حفله النهارده، وفي بقى سبب مقنع لنومها دلوقتي، ان ان هي تعبانة هي ومرهقة. تعبانه وكانت بترقص طول اليوم. وايه، هبقى احط لكم صور كده من الحفله بتاعتها ان شاء الله اوريها لكم. يلا يا ديدا، انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتمثلي ان انت نايمه، هتعملي نفسك نايمه بس اوعي تنامي بجد. يلا بينا. يلا بينا. بقول لك ايه يا ديد، انت نايمه من دلوقتي. لما احمد يجي يبص عليكي تعملي نفسك نايمه، ماشي؟ ما تصحيش ولا تعملي اي خالص. حركه تبين ان انت صاحيه. بصوا يا جماعه، احنا حطينا هنا في اوضه ليلي كاميرا كاميرا عند التسريحه كده، بحيث ان هي برضو تبقى كاشفه السرير، عشان عشان لو لما جه يبص احمد عليه. يجي يبص عليها ايه نصوره في اللقطه دي. تمام، ده لو جه يعني ما نشوف هيبقى رد فعله ايه. دي ده ما عامة هو تصحيش كده احنا خالص، ما تفتحيش خلاص، عين. احنا كده يا جماعة رتبنا كل حاجة خاصة بالمقلب، واحنا قدامنا حوالي نص ساعة او نص ساعة ل5 دقايق واحمد يجي، هنقعد نعمل فيهم اي حاجة بقى على ما هو يجي. تمام، هنستناه واستنوه معانا. احمد جه يا جماعة من التمرين، يلا استعدوا عشان تشوفوا المقلب. مين؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ التمرين كان عامل ايه النهارده؟ طيب يا حبيبي ماشي. بالراحة، بتعمل ايه؟ رايح فين؟ تعال تعال. ايه في ايه؟ اقعد في الريسبشن دلوقتي عشان انا وليلي بنصور في اوضتك، لسه بنصور امال ما بتصوروش في اوضه ليلي ليه؟ عشان فريدة نايمة فيها. يلا. مامي مامي، ايه يا ابني في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت كسرت الشاشة؟ اقسم بالله ما ليا دعوه. يا نهارك اسود ومهبب. اقسم بالله ما ليا دعوه. انا جبت كسرتها بالكورة صح؟ لا، انا جبت شفتها كده والله. كم مرة اقول له ما تلعبش بالكورة في الشقة؟ والله ما لعبت بيها. خبطتها زيت ولا عملت ايه؟ والله ما عملت حاجه بيها. يا حول الله يا ربي. انت عارف الشاشة دي بكام دلوقتي؟ طب انا مالي، انا جيت لقيتها كده. لقيتها كده ازاي؟ انا اتكسرت لوحدها، ما انا قايله لك ان احنا بنصور جوه. هو ايه ده؟ طب ماليش دعوه، انا مش ليه شغالاش التلفزيون اصلا. انا ما حدش قاعد هنا غيرك، انت اللي ماليش دخلت. دعوه. مالكش دعوه ايه؟ انا انت دايما بتلعب بالكوره هنا، والله. شكلك خبطت الكوره في لا ما خبطتهاش. اعترف. لا اعترف اعترف والله يلا. ما عملت حاجه. والمصحف ده ما عملت حاجه. يا ابني هو ما تحلفش على المصحف، انا قايله لك 100 مره ما تحلفش على المصحف، الموضوع انتهى. طب محدش قاعد في الريسبشن من ساعة ما انت جيت وجاي دلوقتي انت تعرف الشاشه بكام دلوقتي؟ دي بكام دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ والمسلسلات والافلام اللي انا بحبها اتفرج عليها فين يا رب دلوقتي؟ لا استنوا، انتوا بتعملوا عليا مقلب صح؟ مقلب ايه يا ده انت؟ مقلب ايه اللي هنعمله فيه؟ اه ده اللي انت فالح فيه. انا عارفه، مش كل اللي بيفكر في الهزار والمقالب. ازاي؟ حياته كلها بقى عايشها دلوقتي كانها مقالب. اهو استنوا بقى. اهو اهو ايه؟
هو انت مصدق انه مقلب ولا ايه؟ مش فاهماك يعني. الله، يا لهوي ده طلع. انت بتوزع الريموت كده بوظت التلفزيون وبتكسر لي الريموت كمان. طب والله ما انا عملت حاجه في البتاع ده. الله، مكسوره مكسوره، انت مش شايف عماله تعمل طب انا ازاي؟ ماليش دعوه والله. امال يبقى فريده هي اللي كسرتها. فريده ايه اللي كسرتها؟ فريدة نايمة من ساعة ما انت نزلت التمرين يا التمرين. حبيبي. هو ايه العبط ده؟ طب انا ماليش هنعمل ايه دعوه بقى دلوقتي؟ والله ماليش دعوه. حتى ولا ليك فلوس ولا اي حاجه اخصمها منك. طب احياء. انا مالي، انا جيت لقيتها كده يا جماعه وانتوا ما بتصدقونيش ليه؟ معلش اصل العفريت هو اللي كسر. اتكسرت لوحدها. ايوه الشاشه اتكسرت لوحدها. هي ام الكوره ده اهي. والله ما عملت بيها حاجه. انا والله العظيم انا سامعها اصلا وهي بتنزل وسامعه صوتها. انا كنت بنزلها على الارض، ما عملتش في التلفزيون بتنزلها على حاجه. الارض. ايوه والله ما عملت بيها انا مش حاجه. عارفه هقول ايه لباباك دلوقتي. طب انا مالي، والله ما عملت حاجه يا جماعه. ده ما اعرفش بقى، ده الشاشه دي تجيلها ب 100,000 جنيه دلوقتي. والله ما عملت حاجه فيها، انا ماليش دعوه. انا العياط مش هيجيب اي حاجه دلوقتي. عيط بقى ولا شوف هتعمل ايه. شوف هجهز نفسك بقى للعقاب اللي طب انا اقول لكم ازاي ان انا ماليش دعوه بالشاشه دي؟ انا امال اتكسرت لوحدها؟ مفيش حاجه كده، مفيش حاجه اسمها كده. الشاشه هتتكسر لوحدها ازاي؟ اولا من ساعه ما انت مشيت انا قايله لك قبل ما تمشي ان انا رايحه اصور انا واختك ومشغولين في التصوير من ساعتها، وفريده نايمه من ساعه ما انت مشيت، وانت اللي جيت دخلت الريسبشن. اكيد ما عندناش عفريت يعني. ما شغلناش التلفزيون عشان تقول ان هو باظ لوحده مثلا ولا حاجه، ما شغلناهوش اصلا. والله اصلا ما عملت فيها حاجه. طب ايه؟ والمصحف ده اهو، ده هيحلف على المصحف ده. والمصحف ده اهو ما عملت فيه حاجه. طب سيب المصحف بس. اقسم بالله العلي العظيم ما عملت فيه حاجه. ومهما حصل ما تلمسش المصحف بايديك ولا تحلف عليه. سامع؟ طب انا ماليش دعوه بالتلفزيون. معرفش، اتصرف بقى. اتصرف. انا مش عارفه، انا كل الفكره دلوقتي ان انا يعني هنعمل احنا ايه؟ هنعمل ايه؟ طب انا هقول مالي. لباباك ايه؟ هي الكوره ده، الكوره اللي هقطعها لك ده خلاص هتقعد من التمرين للابد. ليه؟ ليه طيب؟ وفي تمام. اقسم بالله كنت عارف، اقسم بالله كنت عارف، والله كنت عارف. كنت عارف ازاي؟ كنت عارف بقى الريموت ما اشتغلش معاك اهو. ما سالتش. انا توقعت. امال انتوا هتكونوا لابسين الطرحه ليه يعني؟ طب هو الريموت فين اللي انت رزعته في الارض ده؟ انا هرزعك. رايح يرزع لي الريموت كمان. ده جايب لنا الفيديو 10 ساعات وقاعدين خايفين. 10 ساعات؟ كاميرا. فيديو 10 ساعات. الكاميرا دي بنستخدمها كل مره قاعدين خايفين ان انت يجي اعلان وريني الريموت. بص يا زكي، يا زكي اخواتك لو كنت فكرت شويه كنت عرفت ان احنا ايه شايلين البطاريه اصلا. يا فريده تعالي. هي مش نايمه اصلا. لا مش نايمه. مجهزينها وحاطين كاميرا في الاوضه. لا بس انت ما تفتش عليها بقى. احنا كنا متوقعين. فريده ايه ده؟ يا بنتي نامت بجد. لا قالت معه. تعالي. كنا متوقعين يا جماعه ان احنا هندخل على فريده الاوضه بس ما دخلتش. حرام عليك. هو ايه حرام عليك. اه حاجه من بصي يا جماعه ده معايا تعالي يا ديده. المهم يا جماعه يا رب المقلب يكون عجبكم، واكتبوا لنا كده انتوا عايزين بقى نعمل مقالب في مين مضايقكم فينا وعايزين نعمل فيه مقلب. يلا كل واحد يكتب تحت في والله عايزين نعمل فيه مقلب، ولو عندكم افكار فريده جت ايه؟ اكتبوها لنا. تعالي يا بطل. تعالي. انت كمان بتضحكي عليا؟ انت دايما جواك عليا. عملنا مقلب في احمد. يا رب يا جماعه المقلب يكون عجبكم وزي ما قلت لكم افكار وقولوا لنا مين اكتر حد انتوا عايزينه يتعمل فيه مقلب وانا عماله اقول وقبل ما نقفل
ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.